من أكتر الغرز اللي باحبها هي الcontinuous suture. بكل بساطة بتبدأ بغرزة simple عادي جدًا، بس الفرق إنك أنت مش هتقصها بعد ما تاخدها أول غرزة، ولكن هتكمل بيها بطول الجرح بتاعك. الغرزة دي جمالها في إنها بتوفر وقت كتير جدًا في العمليات، خصوصًا لما يكون عندك عملية طويلة. واحد يقول لي طب هل هي دي تعتبر غرزة تجميلية والّا لأ؟ هاقول له الغرزة التجميلية هي اللي تكون ماشية مع خطوط الوش الطبيعية، ماشية مع relaxed skin tension line، هي تكون tension free وصلّحت الunderlying soft tissues والhard tissues كمان for form and function providing الpatient safety. as long as إن أنا ما عنديش tension تحت الجرح، يبقى الجرح بتاعي ده هيكون aesthetically pleasant لو أنا فكيت الغرز في الوقت المناسب وخدتها بالأبعاد المناسبة. الأبعاد ما بين كل غرزة والتانية لما تيجي تاخد الكونتينوس أنت خلاص أدي خدت الغرزة السمبل، ولكن أنت بس هتعمل شورتنج للإيدج ده عشان ما يضايقكش وأنت شغال، وتقوم تكمل الغرزة بتاعتك كونتينوس. المسافات تكون تقريبا نص سنتي لسنتي. ممكن تعمل بالقلم لنفسك جريدنج لو انت بتخطط في العملية عشان تعرف انت هتدخل فين، او بعد كده بتلاقي ايدك بالفورسبس بتقدر توايم بيها انت داخل وخارج فين. مكان ما انت دخلت بتخرج بتقوم تكمل السوتشر بتاعتك. في تنبيه صغير، الشباب الصغير لما بيجي ياخد الكونتينوس لأول مرة بعد ما انت اقنعته بقى ان هي مش بحلاوة الانتراكوتيكولر او السبكوتيكولر في قول اخر، او لا وان مش دي المشكله بتاعتنا، بتلاحظ حاجه بقى بيتخض من الكونتينوس لما يلاقي ان الخيط بتاعه مايل، هو نفسه ان بدل ما هي مايله كده يبقوا قدام بعض. صديقي هو انت عملت كوابتيشن للتيشو الصح قدام بعض، انا هدفي التيشو ذات نفسه ان انا واخده قدام بعض مظبوط، لكن الخيط طبيعي جدا انا بنزل درجه، فلما بنزل درجه هيكون مايل، فمش دي مشكلتي خالص. اهو ده كده كان لحد دلوقتي ايه؟ الكونتينوس سيمبل سوتشر، continuous simple suture. وخلي بالك لان في انواع هنا بقى، هنا هوت هوريك نوع تاني واحنا نازلين مع بعض. بص، هنفرد كده الخيط بتاعنا وهنعملها بقى ايه. لو انا عندي تنشن هنا وعايز اقلل التنشن هعملها continuous locked. بص بقى هعمل ايه، ادي الخيط نايم وباخد الغرزة وبطلع بالخيط قدامي. بص 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 الحركة دي، شايف الخيط ده اللوك، شايفه تاني؟ اللي فوق كانوا سيمبل نوت لوجد، احنا هنا هنعمل لوك، ننزل واحده لوك تاني. ايه فايده اللوك ده؟ بنوزع التنشن. هفرد الخيط بتاعي واقوم اخد الغرزه عادي، ولكن الخيط وراه عشان خاطر لما اسحب الابره يبقى التنشن اتوزع. طالما التنشن اتوزع فكده هيكون افضل كتير. نعمل مره كمان. دخلت بالابره بتاعتي وطلعت. واحد يقول لي طب هو هتفرق لو انا طلعت هنا؟ بص لو انت طلعت من وراها عادي هتطلع كونتينوس عاديه، شايف اهو. لو انا طلعت من ورا عادي، بص ادي الخيط انت عايز تحط الابره وتطلع من وراه، هو طلعنا من وراه عادي، هتبقى ايه؟ كونتينوس عاديه. لكن انا عايزها لوجد، يبقى انا ادخل واخرج واخلي الخيط ورا الابره بكل بساطه، ما تصعبهاش على نفسك. بص اللوك نزل بانسيابيه خالص. تاني هنزل وادخل من الجلد واطلع منه وانا طالع الخيط بتاعي ورا الابره كده. انا وزعت التنشن بتاعي. طيب انا عايز انهي الغرزه بتاعتي سواء سيمبل لوجد او نوت لوجد كونتينوس. لما هتيجي وعايز تنهي الغرزه بتاعتك يبقى انت هتطلع بالخيط وهتجيب الجزء ده
وتقوم تلف 1 2، تقوم تربط 1، تربط 2 وتربط. في لقطة، لو ريح منك وانت بتربط كل ده وكل تعبك باظ. الإديمة، التيشو إديمة اللي موجودة لو هديت كل تعبك والتنشن اللي انت كنت عامله راح. فعشان كده اوعى في حياتك تآمن لأي كونتينوس، ودي نصيحة أخوية. يعني إيه؟ يعني إحنا دلوقتي خدنا الكونتينوس، أنصحك خد سيمبل انتربتد في النص، عشان لا قدر الله احتجت تفتح لأي ظرف أو الجرح فتح لأي ظرف أو كان بيشاور عقله أو الكونتينوس بتاعك ما كانش أظرف حاجة، يبقى أنت مأمن نفسك. ما تسلمش رقبتك لحد أبدا كجراح. طيب، في نقطة كمان، الكونتينوس لما اجي افكها ازاي؟ لو فكيت الغرزة من هنا والغرزة من هنا وفكرت انك انت تسحبه، انت كده هتمزع الجلد. اذا كان الماكت بيمزع، طب افكه ازاي يا دكتور بشوي؟ بكل بساطة هتفك بقى لمب لمب وتسحب على مستوياته. دي نصيحة اخوية، غير كده هتلاقي الجرح بتاعك مزع وفتح. اذا كان الماكت انا بقولك هيقطع، فما بالك بالباقي؟ يبقى انت لما تعوز تفكه هتفك ايه؟ غرزة غرزة وتقوم تسحب. دي افضل طريقة، غير كده هتزعل وتجيب ناس تزعل. ليه؟ لان الجلد هيهربد، الماكت اساسا هيبوظ، فما بالك بالجلد؟ هتبوظ كل الريبير اللي انت عملته.